حكاية بين أمير وأميرة، حكايتهم بين جن وعشيرة، وبشر دخل العصيرة، ده صراع عريش القيرة، في نفس الوقت ده كان مختار قاعد في اوضته بيقرا في الكتاب اللي اخده من تاج، وكان في حالة ذهول واستغراب من اللي بيقراه. ايه الكتاب الملعون ده؟ ده الكتاب ده مليان بألعن واخطر الوصفات لتحضير الجن. الله يسامحك يا جدي. ويعني ايه انا المختار؟ الحاجات المكتوبة عنه كانت فعلا بتحصل لي، من اول الجن اللي شفته وانا صغير وقتلته لحد الاحلام الغريبة اللي بتهاجمني من وقت للتاني. بس ايه المطلوب مني؟ وسيف ايه اللي قائد الجن شايلهولي امانة عنده؟ ومين القائد ده؟ يكونش عمي همام؟ همام مين بقى؟ قصدي هكتوران يقوم مختار يفتح الباب ويتفاجئ بعزام قدامه. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي علشانك، علشان روحك يا مختار. يضرب عزام مختار بقوة على راسه، فيغيب مختار عن الوعي في الحال. وفي الوقت ده قدرت تاج بقدراتها الخاصة تحس بالخطر اللي مختار فيه. مختار في خطر، مختار حصل له حاجة. تصحى دنيا مفزوعة، واللي كانت نايمة في سرير جنب سرير تاج في أوضتها البسيطة في شقتها اللي في البلد. مالك يا تاج؟ انت كنت بتحلمي ولا ايه؟ لا مش حلم، مختار في خطر، لازم اتصرف. وقفت تاج فجأة وشكل عينيها اتغير وكأنها بصة لحد مش موجود، وبدأت تحرك بقها بكلام مش مسموع. أما دنيا فكانت في حالة رعب من اللي شايفاه. تاج، انت بتعملي كده ليه؟ وبتقولي ايه في سرك؟ السيف، المختار، هكتوران. وفجأة تقع تاج على الأرض مغمى عليها، فتجري عليها دنيا وهي مفزوعة. تاج ردي عليا، مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ وفي الوقت ده كانت سليان بتحاول تجمع فلوس بأي طريقة عشان تسدد الدين لأرمان وتهرب من جوازها منه. فراحت هي وابنها هزان لابن عمها عليان في قصره عشان تطلب منه يساعدهم. عليان، ده العقد اللي اداهولي الحكيم رسلان، ده غالي قوي، اعتبره ملكك مقابل الفلوس اللي هاخدها منك عشان أسدد جزء كبير من دين أرمان. ودي فلوس اديتها لنا جدتي الملكة نوران والملكة برسان وعمتي ليلان، لكن للأسف عمي شان جان مرضيش يديني فلوس من نصيب أبويا. خد الفلوس دي يا جلالة الملك عليان، ولو سمحت تكمل لنا عليها علشان نسدد ديون القيروان كلها أو حتى معظمها، علشان أمي ما تتجوزش الحقير أرمان. على جثتي ده يحصل. يبص عليان لهزان بحب وحنين وعينيه تتملي بالدموع. ياه يا هزان، كأن هكتوران واقف قدامي، نفس شكله واسلوبه لما يصر على حاجة. أنا هسدد دين أرمان يا سليان، مش باعتباري عليان ملك الروشان، لكن باعتباري ابن عمك. انت دمي ولحمي وأرملة أخويا وصاحبي. فجأة يظهر سفروت من الفراغ وسط دهشة عليان وسليان. وإيه كمان يا عليان يا ملك الشجعان؟ قول واشجيني. يخرب بيت عيلتك المسفرتة وأمك فرفوتة. انت كنت فين يا سفروت؟ دورت عليك سنين وسنين يا صليط اللسان، قالوا مات وغار في داهية من زمان. الشر
بعيد عني وعن الموت. وحشتني يا سليان. ومين الأمور الحلوة ده شكله أعرفه، ده أمير. صحيح، ما انت اختفيت بعد ما عرفت انه مات. ده هزان ابن هكتوران يا سفروت. ده شكلها هتقلب بتنجاني غامق. مين البهلوان القزم ده؟ لولا انك ابن هكتوران صاحبي لكنت وريتك مقامك. خلي عليان يحكي لك عني. أيوة هحكي لك. ده جني حقير، صعلوك وهلفوت، قزم ملوش لازمة ولا عازة، بهلوان وحاوي كمان، بس بنحبه وبنقول عليه صاحبنا كده يعني. ما كانش العشم يا عليان. خلاص انا ماشي، وخد الرسالة دي عشانك. يفتح عليان الرسالة اللي اداها سفروت، وأول ما قراها ظهر عليه الذهول. مش ممكن، معقولة؟ وفي نفس الوقت يفوق مختار من الغيبوبة اللي دخل فيها، لكنه يلاقي نفسه في مكان غريب. قصر فخم لكنه مهجور، ما فيهوش أي أساس، والتراب مغطي كل حتة فيه. أنا فين؟ راسي بتوجعني قوي. إيه اللي حصل لي؟ أنا مش فاكر حاجة. يبص مختار جنبه فيلاقي تاج قاعدة بتبصله، لكنها كانت لابسة لبس غريب، لبس محاربة. تاج؟ إحنا فين يا تاج؟ وإيه اللبس الغريب اللي أنت لابساه ده؟ اهدى يا مختار، انت بخير وانا مش تاج. مش تاج؟ أمال مين؟ عفرتها ولا روحها؟ ايوه روحها. تاج دلوقتي في المستشفى، هي في غيبوبة، وانا روحها الفارسة المحاربة اللي جواها. ولما كان بيبقى عندي مهمة كانت تاج بتنام لفترة طويلة لغاية ما ارجع لها. الأرواح ما بتعرفش لا زمان ولا مكان ولا وعاء تفضل فيه يا مختار. طب إحنا فين؟ انت في عالم الجان أيها المختار، في قصر اللؤلؤة عند سمو الأمير. عند عمك همام يا مختار، أو المختار. أهلا بيك في عالم الجان يا ابني. يبص مختار ناحية هكتوران وهو في حالة ذهول. عالم الجان؟ حكى هكتوران لمختار حكايته كلها، وازاي اتنقل من عالم الجان لعالم البشر ورجع لعالم الجان تاني، وفي النهاية فهمه ايه المهمة المطلوبة منه. انت كده عرفت كل حاجة يا مختار. السيف اهو، ومهمتك انك تقتحم جبل المرضى. الجبل ده انا اتحبست فيه زمان وكنت هموت لولا لطف ربنا، ولولا تدخل جدك عبد الله الإدريسي وعمك الشيخ تمام الله يرحمه، كان زماني دلوقتي مت. أنا هعمل كل المطلوب مني يا عمي همام، بس تاج أمانة عندك، خلي بالك منها. تاج لازم تكمل طريقها معاك يا مختار، ما قدامهاش غير إنها تكمل، لأن جسمها في غيبوبة، ولو ما كملتش مش هتصحى تاني أبدا، ده قدرها هي كمان. خلي بالك منها ومن نفسك يا مختار. يبص هكتوران على ايد مختار فيلاحظ ان خاتم تمام مش موجود. مختار، هو فين الخاتم اللي كان معاك؟ وفين الكتاب؟ عزام جالي علشان يقتلني، واتخانقت معاه فخبطني على دماغي واغمى عليا، ولما صحيت لقيت نفسي هنا والخاتم مش معايا، فعرفت انه سرق الكتاب والخاتم. يدي هكتوران لمختار الخاتم اللي معاه، وكمان يديله السيف اللي هيحرر بيه أباطرة الجان. المهم دلوقتي كمل طريقك وما تبصش وراك. مع السلامة يا مختار. هشتاق لك يا سمو الأمير يا عمي همام. مع السلامة. مع السلامة يا تاج. يخرج مختار مع تاج من القصر استعدادا لمهمتهم الكبيرة. خلاص وفينا الدين وردينا الأمانة لأصحابها، أما دلوقتي فهو وقت الانتقام يا هكتوران.
في الوقت ده كان الساحر عسقلان واقف قدام عرش الملك سكارس الفخم باحترام شديد، وكانوا بيكملوا اتفاقاتهم وخططهم الشيطانية كالعادة. لازم نكمل المشوار يا جلالة الملك، ونقضي على كل جان حنيان، علشان مملكة سقران تبقى كلها تحت سيطرتنا. أنا موافق على كل كلامك يا عسقلان، وهديك تصريح إنك تقضي على كل جان حنيان. بس أنا خايف من موقف ممالك الشرق كلها، خايف من اتحادهم عليا. مين يقدر يقف قدام سكارس يا عسقلان؟ مفيش قوة مهما بلغت حجمها تقدر تقف قصادنا. فجأة تفتح أرورا الباب وتدخل وهي في حالة غضب وذهول بعد ما سمعت كل كلام أخوها سكارس مع الساحر عسقلان. كل كلامك كذب يا سكارس، كنت بتقول إنك بترعى السلام والأمان. أي سلام وأمان اللي بتتكلم عنه؟ وإنت سامح للحقير ده يقتل أبرياء ويشرد ويغتصب ويذبح في مملكة صغيرة لا حول ليها ولا قوة. أرورا، انت ازاي بتكلميني كده؟ الكلام ده عند ممالك الشرق، لكن احنا عندنا هنا حرية تعبير، مش ده كلامك؟ وانا بقولك انت كذاب يا سكارس، وهقول للمجلس كل اللي بيحصل، وكل عشيرة الجن الأزرق هتعرف اللي انت بتعمله. صدقني مش هسكت يا سكارس يا مجنون. انتي بتهدديني؟ انا الملك سكارس العظيم، وهفضل على عرش الجن الازرق. سمعاني يا أرورا؟ أما ساموران فكانت كعادتها بتلعب على كل الحبال، وكان الدور المرة دي على أرمان. وكان في الوقت ده معاها في شقتها القديمة، وكانوا قاعدين مع بعض قاعدة كلها أنس وفرفشة. لكن الجو اللي كانت عاملاه ساموران ما قدرش يخرج أرمان من الحالة السيئة اللي كان فيها. ايه يا أرمان؟ زعلان قوي عشان سليان؟ يا حرام، مش هتتجوزك؟ هي عاملة لكم ايه؟ فيها ايه زيادة عني؟ اهدي يا سموران وافهمي، طز في سليان واللي جابوها. افهمي يا غبية، أنا معرفش غير مصلحتي وبس، ومصلحتي أبقى ملك القيروان. خايفة تروح مني يا أرمان. من ساعة ما حبينا بعض وأنا أدمنتك ما بقيش طايقة أعيش مع شنجان. ده واحد مهزأ في صورة ملك، لازم نخلص منه بقى. أنا تعبت وعاوزاك جنبي. طب ما أنا جنبك، وإحنا فين دلوقتي؟ مش مع بعض أهو، وشنجان ده أسهل حاجة نخلص منه. المهم هيكتوران، أنا متأكد إنه هنا مستخبي في حتة، بحاول أوصل لها ومش عارف. طب والحل؟ خليه يلعب، عشان الضربة الأخيرة هتكون عندي أنا وميخون، وخلاص خلصت. وهزان بح يا حبي. وتاني يوم اختفى هزان فجأة. وبعتت سليان جنودها يدوروا عليه في كل مكان، لكن ما لقوش ليه أي أثر. وده خلى سليان تدخل في حالة فزع جنونية، فرح لها أبوها سلومان وأمها برسان أسرها عشان يواسوها، وقعدوا معاها في أوضة الضيافة بتاعة القصر. اهدي يا سليان، هنلاقيه إن شاء الله. أنا دورت عليه في كل حتة ومش لاقياه، أكيد اتخطف. بس مين يجرؤ يخطف حفيد ملك القيروان؟ مين يجرؤ يخطف ابن هكتوران وسليان؟ اتصرف يا سلومان، هزان حفيدي لازم نلاقيه. تدخل جارية وتبلغ سليان إن شنجان ومراته ساموران بره وعايزين يقابلوها، فتأذن لهم بالدخول. وبعد ثواني يدخل شنجان وساموران وهم بيمثلوا الحزن والقلق على هزان. اطمني يا سليان، هنلاقيه، احنا مش ساكتين. شنجان عنده حق يا سليان، محدش ساكت، بس جايز يكون اللي خطف هزان
قاصد يوجه لك رسالة. قولي اللي عندك يا سمران، وبلاش تعملي نفسك زعلانة، عشان أنا عارفة نواياكي من زمان قوي. تقصدي ايه يا سليان؟ اسمي سمو الأميرة سليان، اعرفي حجمك كويس. لا، ده كان زمان وخلص. أنا دلوقتي الملكة سمران، مرات الملك شانجان، ملك الرهان. ملكة أصلها من الرعاع والجياع، عمرها ما هتتساوى ببنات الملوك والسلاطين يا سمران. سامع يا شانجان؟ سمعت الرعد في ودانك يا ساموران. وريني شانجان هيعمل ايه، وكل كلمة بنتي سليان قالتها صح. أنا ممكن أرد عليكم، بس علشان الموقف الصعب اللي انتوا فيه هسكت، وهوفر عليكي حيرتك وخيبتك، وأقولك من كتر اللي بتعمليه في حروبك إن أعدائك ملهمش عدد، يبقى ما تعنديش وتصدقي إن اللي خطف هزان عاوز يقهرك ويحصرك عليه. قسما بعزة وجلالة الله وحق الكتاب المبين، لو هزان ابنك جرح، لو حتى جرح بسيط، مهما كان مين اللي عملها، هشقه بإيدي نصين وهاكل كبده. خلي نارك تولع كمان وكمان يا سليان، ربنا يحرق قلبك وتتحسري قريب عليه. وفي نفس اليوم بالليل راح عليان مع سفروت المكان اللي كان مكتوب فيه رسالة هكتوران. وهو مكان بعيد في الجبل كانوا بيلعبوا فيه زمان مع بعض وهم لسه عيال. كانت الدنيا ليل ومفيش أي صوت غير صوت الرياح. سفروت، انت متأكد من كلامك ده؟ أنا جيت معاك أهو. يلاحظ عليان راجل جاي من بعيد، ما قدرش يحدد ملامحه من ضلمة الليل. الله، مين ده كمان اللي جاي علينا يا سفروت؟ ده الوزير نبهان، الحبايب كلهم هنا. جلالة الملك عليان، انت هنا عشان وحشتوني وعايز اشوفكم. يظهر هكتوران وسط الضلمة على ضوء القمر، فيجري عليان عليه ويترمي في حضنه وهو بيعيط. يا هكتوران، مش مصدق انك لسه عايش وواقف قدامي. كنت فين طول المدة دي؟ دي قصة طويلة هحكيها لك بعدين يا عليان. يبص هكتوران لنبهان اللي كانت الدموع مغرقة وشه، وما كانش مصدق ان هكتوران خلاص رجع بعد كل السنين دي. كبرت يا وزير نبهان، وحشتني. قلت لكم ما صدقتونيش. الغايب رجع يا روهان، الغالي ابن الغالي رجع. يوطي نبهان على ايد هكتوران عشان يبوسها، فيسحب هكتوران ايده بسرعة ويطبطب على كتف نبهان. ما تنحنيش يا وزير، استغفر الله. قوم يا أخلص جن شفته في حياتي. ليهم يوم يا سمو الأمير، الظلمة ليهم يوم، ويومهم هيجي قريب. هزان لازم يرجع يا هكتوران. ومين هزان ده كمان؟ ينكد عليك عيشتك يا وزير الخبلان انت، ده ما يعرفش، هيقطع راسي عشان ما قلتلوش. معرفش ايه يا سفروت، هو في ايه؟ انت بدل ما اقطع لسانك اتكلم يا عليان. مين هزان؟ ابنك انت وسليان كانت حامل، وبعد اللي حصل لقوها مرمية في جنينة قصر الملك سلومان وهي عريانة كفاية ما تكملش. يعني أنا عندي ابن شاب من سليان، ويوم ما أعرف يكون اتخطف مفيش غيرهم هم اللي عملوها. وفي نفس الوقت كان ميخون هينفجر من الغضب بعد ما خالف عزام أمره وما نفذش وعده، فيروح له بيته عشان ينتقم منه. عزام، انت خالفت وعدك وعهدك معانا وما نفذتش الامر اللي اتطلب منك، ولازم تاخد جزائك. محدش بيخون سكارس ولا ما يخون ويعيش لحظة يا عزام. يرفع ميخون ايده ويبدأ يتمتم بتعويذة الموت. وهرا أي فرشتي مهرا كنادو
فيكتور. فجأة يحس ميخون إن إيده بتتشل والتعويذة ما بتعملش أي تأثير على عزام. ايدي، إيه اللي بيحصل؟ وليه التعويذة ما بتعملش حاجة؟ تعويذة؟ تعويذة مين يا ابو تعويذة اللي عاوز ترميها على عزام؟ انا بابا يا ميخون، انا ابن عبد الله الادريسي اللي سخركم لخدمته. انت ما تقدرش تموتني، بس انا بقى اقدر اسلسلك. يرفع عزام إيده قدام ميخون واللي كان لابس فيها خاتم أبوه اللي أخده من مختار. شايف الخاتم ده؟ ده خاتم ابويا، واللي هقدر اسلسلك بيه واحبسك في عالم الجان بتاعك وما ترجعش هنا ابدا. يوجه عزام الخاتم على ميخون فيخرج شعاع أصفر من حجر الخاتم فتتشل حركة ميخون تماما. سيبني يا عزام، مش هتفلت منها. مش دي النهاية يا عزام. المختار هيموت جوه الجبل وبإرادته، مش هيفلت منها، مش هيفلت. يبدأ ميخون يختفي بالتدريج وهو بيتقلب لغاية لما ما يبقاش ليه أي أثر. أشوفك في الجحيم يا ميخون. وتاني يوم الصبح كان مختار وتاج لسه ماشيين في الصحراء في طريقهم لجبل المردة. انت طلعت شجاع قوي يا مختار، كنت فاكراك هتخاف. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكن تعالي هنا وما تاخدينيش في دوكا. انت كده من امتى؟ وايه اللي كان بيحصل معاكي؟ بالراحة عليا يا مختار، القصة بدأت معايا من وانا عندي 5 سنين. كنت بشوف حاجات وتختفي مرة واحدة، وبعدها بقيت أشوف أحلام غريبة. حكيت لجوز خالتي وهو اللي فاهم حالتي، وقال لي إني محاربة زهرية ملكية، وإن مش لازم أي حد يعرف خالص عشان ده خطر عليا. زي ما كان عارف ان انا المختار، ومع ذلك عمره ما حاول يلمح لي بأي حاجة. ها كملي. وبعدين؟ كنت بصحى من النوم بلاقي في جسمي حاجات غريبة، بقع زرقاء وخرابيش، تشبيكة ايد بطريقة معينة. وبعدها عرفت ازاي اسافر لعالم الجن بروحي بس وانا نايمة، واشوف حاجات تانية واحارب. واول ما عرفت انك هتبدأ رحلتك ما قدرتش اسيبك. يعني انت كده هوا، روح من غير جسم. يعني ينفع اقول لك كل اللي انا عاوزه؟ مش وقت اي كلام يا مختار، الهدف الاكبر انت قربت منه. بس انا خايفة من الهدوء اللي حوالينا ده، مفيش معركة ولا جن عايزين يقتلونا. الطريق سهل للجبل وده يقلق قوي. ربنا معانا وان شاء الله هينصرنا. انا بس عندي سؤال، هو همام قصدي هكتوران هيعمل ايه في عالم الجان ده؟ اللي اعرفه ان عنده حق كبير لازم يرجعه. وفي نفس اليوم بالليل خرجت فيروزان تتمشى في جنينة قصرها عشان تخرج من خنقتها بعد ما عرفت إن هذان ابن أختها سليان اتخطف ومش عارفين طريقه. رحت فين يا هزان؟ سليان عقلها يشت منها وأنا كمان. يا الله يا رحيم يا رحمن، احفظ هزان ورده لحضن أمه. مش كفاية وجعنا على هكتوران، هيبقى هزان كمان. فجأة يقرب هكتوران من فيروزان فتشهق من المفاجأة. هكتوران؟ مش ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، ده حلم ولا حقيقة؟ لا حقيقة فيروزان، أنا هكتوران يا بنت عمي وأخت حبيبتي ومرات صاحبي، ما تغيرتيش كتير عن زمان. مش مصدقة، انت عايش؟ كنت فين؟ كنت فين بقالك سنين؟ قولي. مش وقته يا فيروزان، دي حكاية طويلة قوي.
المهم عاوزك تسمعيني وتفهميني كويس. كانت فيروزان مش مصدقة اللي بتسمعه من هكتوران، واستغربت من الطلب اللي طلبه منها. يعني عاوزها تفتكر اللي حصل يا هكتوران؟ ده أنا حمدت ربنا إن اترمى عليها تعويذة النسيان عشان ما تفتكرش كسرتها هتبقى حاجة صعبة عليها قوي يا هكتوران، وكمان مع خطف هزان. لا 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 لا، كده يبقى كتير عليها قوي. لازم تفتكر، عارف انه صعب عليها وعليا، بس ده عشان خاطر هزان ابننا. لازم تفتكر يوم ما ارجع واعرف ان ليا ابني يتخطف من قبل ما اشوفه. لازم تفتكر اللي حصل يا فيروزان، لازم. طيب انت ناوي على ايه؟ اقصد يعني هتظهر لها امتى؟ مش دلوقتي، ومش لازم حد يعرف بوجودي دلوقتي خالص، خصوصا سليان. ارجوك يا فيروزان، ارجوك. حاضر يا سمو الامير. في الوقت ده كانت سليان بتحاول تهرب من حزنها على هزان بذكرياتها مع حبيبها وجوزها هكتوران. افتكرت لما كانوا لسه عرسان جداد، وكانوا قاعدين مع بعض وقت الغروب في الجنينة اللي شهدت على قصة حبهم، وكانوا آخر رومانسية وانسجام. مبسوطة؟ طبعا. يعني هكتور صدق، ودلوقتي سليان حبيبته ومراته قاعدة جنبه، مش كده؟ أيوة، صدقتك يا هكتور. عارفة لما صرختي يوم الميدان لما حاربت التنين الأحمر واغمى عليا، سمعتك وانت بتقولي قوم يا هكتوران قوم، انت قدها. كنت مستعد ان اموت ولا اني اخسرك ابدا. انا بعشقك انت وبس، مهما كبرت ولا عانيت. بحبك يا سليان. ما انكرش اني كنت قلقانة منك بسبب علاقتك الكتير، بس لما شفتك كده نسيت كل حاجة وما افتكرتش غير هكتور حبيبي اللي يحب عمره ما يكره أبدا. تصرفاتك هي اللي خلتني أبعد وامشي، بس لما حسيت إنك من جواك اتغيرت رجعت عشان بحبك يا هكتور. وانا ما اقدرش ابعد عنك، انت حبي وعشقي، بحبك. مش سامعة. طب اسمعها لك انا بطريقتي بقى. بحبك يا هكتوران، بحبك. طب ممكن بقى ترقصي لي زي الجنية اللي شفناها، اللي قلتي انك بتعرفي ترقصي احسن منها؟ ممكن طبعا. شبيك لبيك سليان جنيتك بين ايديك. تقوم سليان وترقص بحركات ناعمة كلها أنوثة على نغمات الموسيقى، وكان هكتوران قاعد منبهر باللي هو شايفه. بقى الرقص والأنوثة دي كلها كانت مستخبية ورا السيف والرمح. أنا جلالة الملكة نوران ده عيالي بالقوي. تفوق سليان من ذكرياتها وهي بتعيط بحرقة. ده أكتر وقت محتاجالك فيه يا هكتوران. عقلي وقلبي رافضين يصدقوا إنك مت ورحت مني. بحسك قريب مني، شم ريحتك، معرفش ليه وحشتني قوي. كلهم شايفيني شرسة وقوية، بس من جوايا ضعيفة ومكسورة من غيرك. واللي خلاني أفضل عايشة لغاية دلوقتي هو هزان ابننا. هزان برضو راح مني يا هكتور. هزان اتخطف. انت فين يا هزان يا حبيبي؟ انت فين؟ في الوقت ده كان هزان متكتف بسلاسل نارية جوه زنزانة في جبل المرضى. وهو جبل ضخم، لكنه في الحقيقة سجن كبير مليان زنازين، وأرضه مليانة بحفر من نار واللي لونها الأحمر منعكس على حيطانه،
وكان صوت صراخ وأنين الجان المحبوسين مالي المكان. لكن كل ده ما هزش شجاعة هزان ولو للحظة واحدة، وصرخ في ميخون اللي كان قاعد قدامه: انت يا ألعن وأسفل مخلوقات الله، فاكر انك هتخوف هزان؟ تبقى ما تعرفش مين هزان ابن هكتوران القائد العظيم والقائدة سليان. أنا تربية سباع الجان يا ميخون. هزان حبيبي، أنا معركتي مع أبوك هكتوران لما يجي عشان ينقذك، ولما يموت أنت كمان هتموت. موتك انت اللي هيبقى على ايدي، هنهش لحمك وافصله عن عظمك يا ميخون. أما شنجان فكان هيموت من الرعب مع كل يوم بيعدي من غير ما يعرفوا فيه مكان هكتوران. فدعا أرمان في قصره واستدعوا الساحر عسقلان عشان يقول لهم آخر أخبار هكتوران. يعني إيه مش عارفين توصلوا له يا عسقلان؟ والوزير ميخون بكل قوته دي إزاي ما عرفش مكانه؟ حد يفهمني، مستنيين إيه؟ لما يجي عشان يقتلني؟ أنا خايف يا عسقلان. قول حاجة يا أرمان، حد يطمني ويقول لي إنه مش هيقدر يعمل حاجة. حاليا مش هيقدر، بس ما وعدكش بعد كده ايه اللي هيحصل، خاصة لو المختار دخل جبل المرضى وحرر أباطرة الجان. ولو اتحرروا ده معناه ايه؟ معناه ان كل أباطرة الجان دول أصحاب القدرات الخاصة واللي عندهم التطور والعلم والمعرفة هيكونوا جيش تحت راية المختار. يعني الممالك هتقف قصاد بعض وهتبقى الحرب العظمى التالتة، دي هتكون نهاية العشيرة بتاعتنا. بس لا مش هيحصل، احنا الأقوى. أقوى في ايه بس؟ في الخيمة؟ كفاية نواح زي حريم الجان، واقعد وافهم كلامي كويس. هكتوران جاي، ده أمر واقع. فبدل ما نقعد حاطين ايدينا على خدنا ونولول، لازم ناخد خطوات. خطوات زي ايه؟ أول خطوة خلاص اتعملت، ميخون خطف هزان، وأكيد محضر للمختار مفاجأة تقيلة أول ما يوصل. ميخون مصلحته إن المختار يموت، مش عشان الحرب العظمى زي عسقلان، لكن عشان بلورة الكون اللي في جبل مويا واللي بتساعده يتحكم في الأراضي السبعة. كلنا اجتمعنا على حاجة، لكن المصلحة مختلفة، وعشان كده كل واحد هيأمن نفسه بطريقته على حسب مصلحته مش مصلحة غيره. يعني دلوقتي كلكم هتتخلوا عني عشان مصالحكم اختلفت وهتقدموني لهكتوران كبش فدا؟ يتجاهل عسقلان وأرمان كلام شنجان وياخدوا بعضهم ويمشوا. انتوا رايحين فين؟ سايبيني لوحدي ليه؟ ده ذنب أشوران اللي قتلته هو وابنه. وتاني يوم الصبح بدأت فيروزان تنفذ اللي طلبوا منها هكتوران. فراحت لساموران في قصرها في الرهان وادتها رسالة وفهمتها ان في واحد غريب ادالها الرسالة دي وطلب منها تسلمها لها. قرت ساموران الرسالة واللي كانت من هكتوران، وكان بيطمنها فيها انه عمره ما هيأذيها وانه لسه بيحبها زي زمان، وطلب منها انهم يتقابلوا في شقتها القديمة. وبرغم ان ساموران كان عندها شكوك في الرسالة دي، لكنها حست بحنين لهكتوران وقررت إنها تروح تقابله وخلاص. وفي نفس اليوم بالليل اتقابلوا في شقتها القديمة وقعدوا مع بعض قعدة أنس وفرفشة زي زمان. مش مصدقاك يا هكتوران، زمان كنا بنحب بعض وبعد كده. ساموران بلاش نضحك على بعض، انت حبيت القائد ابن الملك أرسلان، حبيت العرش والصولجان والحكم، ولما لقيتيني مش في حساباتي إلا فروسيتي وأخلاقي ما عجبتش، وحسيتي إن أحلامك ضاعت فبعدتي. وانت رحت لسليان اتجوزتها وبحبها، بس بحبك انت كمان يا ساموران، ونسيت اللي عملتيه وقلتيه زمان وجيتلك. وبعدين سليان كبرت خلاص وراحت عليها، أما ساموران ما بتتغيرش أبدا، لسه جميلة وناعمة وحلوة. فاكرة ليالي زمان؟ عاوزين نعيد الليالي دي تاني يا ساموران. حبيبي يا هكتوران،
مش مصدقة إني بسمع منك الكلام ده. لا صدقي، لأنك عارفة هكتوران كويس. بس عايز أطلب منك حاجة. أؤمر يا حبيبي. تقولي لي فين مكان ابني هازان؟ ده ابني برضه يا سمران. ماشي، هقولك بس بشرط. اطلبي اللي انت عايزاه، اطلبي سمران. موت ساليان، اقتلها، ده شرطي الوحيد، حياتها أو حياة ابنك. وأنا موافق. في الوقت ده كان الملك سكارس في حالة جنون وصدمة بعد ما أرورا نفذت تهديدها. وعرفت شعب المملكة كله بمصايبه وخططه الشيطانية، وده خلى عدد كبير من الشعب يطلعوا في ثورات واحتجاجات ضده في الشوارع. عملتيها يا أرورا، عملتيها. كل ظالم وليه نهاية يا سكارس، كفاية عليك كده. شعبنا مش عاوزك، ده نظامنا ولا انت ناسيه؟ وانا اول واحدة هترشح بعد ما يعزلوك علشان اكون ملكة الجن الازرق. هقتلك يا أرورا، هقتلك. يهجم سكارس على أرورا ويخنقها بإيده بغل. بموت. مهما عملت خلاص انت انتهيت، سيبني هموت. أرورا، أرورا، رد عليا. أرورا ما تموتيش. أرورا ماتت، ماتت. أنا قتلتها بإيدي. ميخون، ميخون، أنت فين؟ تعالى. يدخل ميخون ومعاه 4 جنود، وفي مفاجأة مش متوقعة يأمرهم إنهم يكتفوا الملك سكارس فينفذوا طلبه بسرعة وسط مقاومة سكارس وذهوله من اللي بيحصل. أنت اتجننت يا ميخون، بتعمل إيه؟ ابعدوا عني، أنا الملك سكارس. لا لا. أما سالومان فكان حاسس إن مراته برسان مخبية عليه حاجة كبيرة، فاستغل إنها فاكرة إن عقله خف وقرر يوريها وشه التاني. قوليلي يا برسان، مخبية ايه عليا؟ فاكراني نايم على وداني وعقلي بقى بتنجان؟ ده كله بمزاجي يا جنية، مش يا جلالة الملكة. سالومان، المرة دي مش هقولك يحرق سالومان واللي جابوه كمان، لا هقولك انت اللي تتحرقي. كتمتي على أنفاسي سنين وسنين، كنت عارف انك مش بتطقيني وكنت فاكراني مسخة وهزق. لا 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 يا حبيبي، انت حبيبي والله، وان شاء الله اطفحك لو كنت بكذب. ده انت ابو البنات يا سالومان. انا عارفه ان عقلك خف، بس ما كنتش اعرف انك اتجننت قوي كده. لا انا عقلت يا برسان، سالومان كان بالنسبه لك شوال دهب، بس دلوقتي هطلع على عينيك الجنان وكبت السنين. هتقولي لي مخبيه عليا ايه ولا القرباج يشتغل؟ لا لا، هكتوران عايش ورجع. الوزير نبهان قال لنا انا ونوران. هكتوران عايش؟ يا رب يا رب يعرف يرجع حفيدي ووريث عرشي هازان. وريث عرشك يا سالومان؟ ما فيش سالومان وما فيش ديوان، فيه جلالة الملك. انجر اعملي لي شاي بالرمان بسرعة. حاضر حاضر يا سالومان، انا رايح الديوان. وتاني يوم الصبح راحت ساليان مع سباع الجان لمكان وسط الصحراء، بعد ما اتبعت لها رسالة من مجهول قال لها فيها إنها هتلاقي ابنها هازان في المكان ده، لكنها وقعت في الفخ اللي عمله هكتوران
واتفاجئت بجنود بتحاوطها هي وجيشها من كل مكان. وكانت ساموران واقفة مع هكتوران ورا صخرة كبيرة بيتفرجوا على اللي بيحصل لسليان من بعيد. نفذت وعدك يا هكتوران، فخك وقعها وجابها. نفذي انت بقى كمان وعدك. فين بقى مكان هزان؟ لما أشوف جثة سليان مرمية قدامي يا عينيا. اتكلمي يا حية، يا إما مفيش عهد ولا وعد، وشنجان هيعرف إنك انت كنت في أحضاني من كام يوم وهيقتلك. خلاص هقولك، هزان في جبل المردة رهينة عند ميخون. وأول ما عرف هكتوران مكان ابنه مسك ساموران بعنف وبدأ يكتفها بالسلاسل النارية. ادى هكتوران الإشارة لجنوده إنهم يبعدوا عن سليان وسباع الجان اللي معاها، وكمان شاور لفيروزان اللي كانت واقفة بعيد، فجريت بسرعة على أختها سليان وتمتمت بتعويذة عشان ترجع لسليان ذاكرتها كاملة. وفجأة حست سليان إن الدنيا بتلف بيها، وبدأت تفتكر كل حاجة حصلت لها في الليلة المشؤومة. وإلى اللقاء مع الجزء التالي من رواية الفانتازيا والإثارة هيكتور للكاتبة الأستاذة نهالي دويدار. كان معكم في التمثيل الصوتي الفنانة فاطمة إبراهيم في دور سارة، الفنان محمد المغربي في دور أيهم، الفنان أحمد رياض في دور عزام، الفنان أحمد لاشين في دور مختار، الفنانة مي طلعت في دور دنيا، الفنان حسين خالد في دور شهب، الفنانة شيماء هاني في دور سفروت، الفنان مينا عطا في دور أرمان، الفنان طارق ريحان في دور شان جان، الفنان تامر فؤاد في دور هكتوران، الفنانة حسنى حسن في دور نيروزان، الفنان محمد علي في دور بوران، الفنان حمادة شوشة في دور سالونان، الفنان آية شنن في دور برسان، الفنانة حنين جندية في دور نوران، الفنان ناصر مصطفى في دور أشوران، الفنانة داليا رمضان في دور ليلان، الفنانة منى حافظ في دور افتتان، الفنانة نهالي دويدار في دور ساليان، الفنانة شيماء مدحت في دور فيروزان، الفنان أحمد نبيل في دور عليان، الفنان سلامة دمرداش في دور ناثان، الفنان عادل عمار في دور أرسلان، الفنانة صفا عبد الفتاح في دور الجنية ساموران، الفنان مودي سالم في دور الساحر عسقلان، الفنان إسلام عادل في دور الملك سكارس، الفنانة نيرة عاصم في دور أرورا، الفنانة زينب عوني في دور تاج، الفنان طاهر علي في دور الأمير هازان، الفنان أحمد بوشكش في دور ريحان، الفنان محمد زين في دور الدكتور عبد القوي، الفنان أحمد عاطف في دور عبد الله الإدريسي، الفنان علي الزيبق في دور الوزير نبهان، الفنانة سندس تامر في دور السكرتيرة، الفنان أحمد عبد التواب في دور عاطف، الفنانة مريم هاني في دور الجارية، الفنان تامر يحيى في دور بهران. وكان معكم في التعليق الصوتي وائل عبد.